السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نادي الزمالك العظيم ينتظر تحقيق الأفعال لأقوال. جمهور نادي الزمالك لا يقبل فقط بالشعارات. أهلا بكم في قناة الزمالك في قلبي مع إسلام أبو مازن. أهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل ما دار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم الزملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم. فضلا وليس أمرا، ندوس لايك. جمعة مباركة عليكم جميعا، أمين يا رب العالمين. مبدئيا كده عايز أقول لك إن خلاص معسكر نادي الزمالك للناشئين 2003 و2005 إن شاء الله هيبدأ بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم، هيكون في الإسماعيلية، واللي هيتكفل بموضوع المعسكر زي ما قال أحمد حسام ميدو. بنقول له ألف مليون شكر لميدو، ألف مليون شكر لأي حد بيخدم ويساعد نادي الزمالك ويقف مع نادي الزمالك. كمان أحمد حسام ميدو قال في ناس بتيجي من الساعة 7 الصبح داخل نادي الزمالك للعمل. كابتن إسماعيل يوسف، كابتن حازم إمام، كابتن عادل المأمور. معلش لو ما قلناش بالترتيب بفرق العمر والسن، كل الناس سواسية عندنا في الحب لما يخدموا نادي الزمالك. يبقى كابتن عادل المأمور، كابتن اسماعيل يوسف، حازم إمام، وما تنساش كمان متواجد إبراهيم صلاح وجمال حمزة. بجد والله يعني حاجة تفرح إن الناس بتخدم والناس بتيجي والناس بتتواجد حبا في نادي الزمالك. وأتمنى إن شاء الله إن القادم يكون أفضل بمشيئة الله تعالى. طيب، شعار الزمالك الإخلاص والوفاء، غير كده مش عايزين أي حاجة. شعار الزمالك عشق الكيان وخدمة الكيان. كل حاجة جميلة هي شعار لنادي الزمالك. إيه اللي بيحصل؟ مبدئيا كده عايز أقول لك إن المدير الإداري لنادي الزمالك أحمد حسني تمت إقالته. المدير الإداري لنادي الزمالك سيتم تعيين مدير إداري آخر قريبا جدا خلال يمكن ساعات. مش هنتكلم بقى ونقول تصفية حسابات وشالوا فلان وحطوا فلان وجابوا علان. أنا مش بحب أتكلم بالمنطلق ده، لكن بجد ناس كتير قوي مشيت بعد رحيل مجلس الإدارة وبعد استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك. مشي اللي تمشيه وقعد اللي تقعده وجيب اللي تجيبه، لكن مصلحة نادي الزمالك أهم شيء. تجيب اللي يشتغل وتجيب اللي يعمل شغل وتجيب اللي يفرح الجمهور. أصوات داخل نادي الزمالك سواء من المتواجدين أو سواء حتى من اللجان بتطالب، أو من عشاق نادي الزمالك بتطالب فتح المفاوضات فورا مع أشرف بن شرقي. بناء على إيه الكلام ده بيتقال؟ بناء على إن نادي الزمالك إن شاء الله على حد قول اللجان المؤقتة إنهم هيحاولوا يحلوا أزمة القيد، إنهم هيحاولوا يدفعوا غرامة سبورتنج لشبونة، رفع الحجز على أرصدة نادي الزمالك. فكل ده هيؤدي إن أنت تتعاقد مع صفقات. فهناك أصوات بتطالب بفتح المفاوضات مع أشرف بن شرقي، خاصة إن كان في مفاوضات من جانب إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قبل الاستقالة. نتمنى تعملوا الخير. لكن إلى الآن أنا عايز أقول حاجة بس صغيرة. إحنا مستنيين تقدموا لنا كل الخير. إلى الآن على أرض الواقع لسه مفيش تنفيذ، إحنا قاعدين ومنتظرين. أنا دلوقتي هفضل أقول وعيد، أنا منتظرك تحل لي مشكله القيد، منتظرك تحل لي غرامه سبورتنج لشبونه، منتظرك. انا منتظر بحاجات كتير لسه والله ما شفتها. يمكن انتوا جايين بقالكم كام يوم بس. نتمنى نخلص، نتمنى نخلص، نتمنى نفوق. ده حقنا المشروع. جمهور نادي الزمالك حقه يفرح. ندخل بقى على الخبر التالي معانا وبخصوص أوسوريو. وإن شاء الله بيقال إن خلاص أوسوريو خلال يوم ولا يومين هيحصل على الشهر اللي باقي له أو الشهرين اللي باقيين له، وخلاص كده أوسوريو ما يبقاش له أي فلوس. لكن أوسوريو بيطالب اللجنة المؤقتة داخل نادي الزمالك إنهم يدفعوا الفلوس المتبقية للاعبي نادي الزمالك، لهم بقية مستحقات ياخدوها على داير مليم. ده الكلام اللي قاله أوسوريو، وده اللي بيطلبه أوسوريو. طيب معلش كنا هننسى، وإزاي ننسى بجد؟ ما هي مصر، ما هي حبيبتنا مصر لكرة السلة. كانوا بيلعبوا ليتوانيا. معلش خرجت عن نادي الزمالك بس عشان اكلمك والحقك في الاول. ليتوانيا قدرت تكسب منتخب مصر 93-67، فرق 26 هدف من عناية الاثنين. طيب انا عارف ان انا في السلة مش قد كده، بس مين المتسبب في كده؟ ايه اللي يخليني اخسر من ليتوانيا؟ ليه بتتكلم على ليتوانيا اللي هي تبع قارة اوروبا واللي هي عندها من الحدود بتاعتها في السويد وفي الدنمارك والكلام ده؟ ليه؟ عشان حرام لما يبقوا ما كملوش 3 مليون او 3 مليون بالعافيه نسمه. 3 مليون
وانا 109 ربنا يزيد ويبارك، واخسر كده، واخسر بالفارق ده. ليه؟ ليه هخش هعمل تمثيل مشرف ليه؟ ليه هطلع كده مغلوب من كل المباريات تقريبا في كاس العالم؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ انا صعب عليا بس انها ليتوانيا، طب خليها اسبانيا، خليها فرنسا، خليها المانيا، خليها امريكا، خلي اي حد، لكن تخلي لي ليتوانيا؟ ما كملوش محافظه من عندنا يا جماعه، محافظه واحده، محافظه. احنا عندنا محافظات ربنا يزيد ويبارك اكتر من كده بكتير. مش هطول عليكم في الكلام، لكن حاجه تزعل يعني. النجوم بتاعت مصر المفروض بتلعب وبتتواجد، لكن ما ينفعش. ايه تاني بقى معانا في الاخبار؟ وحاجه كويسه حصلت يعني، يكاد يكون ان شاء الله تيجي بالخير لنادي الزمالك. حاجه من الحاجات اللي كل الجمهور بيتمنى ان هو يسمعها. بيقول او بيقال ان على يوم الاثنين القادم او يوم الثلاث سيتم اعلان التجديد لفتوح. الكلام ده من داخل الزمالك. نتمنى، او بمعنى اصح هيبقى في جلسه. اسمعني، يوم الاثنين او الثلاث هيبقى في جلسه. يوم الاثنين او الثلاث هيبقى في جلسه. يوم الاثنين والثلاث هيبقى في جلسه. طيب، وعلى اول المعسكر المفروض يكون تم خلاص موضوع فتوح، المفروض. طيب في ايه تاني؟ الكابتن طارق السيد كان لمح وقال كده ان كابتن حسين لبيب اللي اتكلم في موضوع وتدخل في موضوع ترضيه زيزو وفتوح. لكن من داخل نادي الزمالك برضه عايز اقول لك برضه اللي بيتقال، اللي راضى زيزو وفتوح هو الاستاذ ممدوح عباس. انا ما اعرفش ليه كابتن طارق السيد قال كده، لان كل المعلومات عندنا كانت بتقول اللي عمل كده الاستاذ ممدوح عباس. فانا مش عارف، على العموم مش هتفرق من ده لده، لكن اتمنى الفتره دي اللي هيعمل حاجه محدش تاني ينسب الحاجه دي لحد تاني. يعني فلان اللي عمل المفروض تعرفوا ان فلان ده اللي تدخل، ان فلان ده اللي عمل. لان الفتره اللي جايه هي فتره انتخابات، ومعنى انها فتره انتخابات كل واحد هيحاول يلعب على الوتر الحساس، انه يحاول يخلص ويعمل حاجه ويقول انا عملت وانا عملت وانا عملت. لكن ماشي حقه، لكن ما حدش يكون ما عملش وحد على التاني يقول لك اصله عمل. لا، ما ينفعش. الخبر التالي معانا بقى بخصوص برضو الجهاز الطبي لنادي الزمالك، للاسف يعني سيتم تقليص عدد الجهاز الطبي لنادي الزمالك المكون من 9. وبيقولوا عاوزين يقللوا النفقات. اهم حاجه دكتور محمد اسامه، محدش يقرب منه، محدش يزعله، حتى لو هو مش موافق او هو عنده اراء خدوا برايه. دكتور محمد اسامه اوعى حد يزعله. كمان ان شاء الله في مباراه وديه لنادي الزمالك بنسبه كبيره يوم 7/9 بعد المعسكر باسبوع، هتبقى امام نادي السكه الحديد. فاصوليو هيكون اخذ الناس يعني شويه تدريبات كده، كام يوم اداهم احمال، ظبط معاهم البدني بتاعهم، وبعد كده هيخوضوا المباراه الوديه ان شاء الله مع السكه الحديد. كمان ماجد هاني خلاص يقترب ويكاد يكون خلاص خلص، يقترب جدا من نادي بلديه المحله. ماجد هاني يقترب من نادي بلديه المحله. كلنا عارفين ان احمد عبد الرؤوف ابن نادي الزمالك هو اللي بيدرب نادي بلديه المحله. ايه تاني؟ موضوع امام عاشور. يعني انا ما كنتش عاوز افتح الموضوع ده، لكن عاوز اوريك ما يدور وراء الكواليس. كل يوم في حوار بيحصل، لكن كل اللي عايز اوريه لك واعرفه لك ان امام عاشور عنده مشاكل كتير جدا في النادي الاهلي. في ناس كتير قوي زعلانه من تواجد امام عاشور داخل النادي الاهلي، وعلى راس الناس ديت حسام غالي اللي بيطالب بخروجه من النادي الاهلي حتى لو اعاره. امام عاشور ما حضرش الاحتفال بتاع البطولات بتاعتهم، مش عشان جاي جديد، لا، ما كان في ناس جديده متواجده، لا، كان ممنوع انه يحضر. يا سبحان الله يا اخي، يا اخي، يا سبحان الله. كنت متوج داخل نادي الزمالك، كنت بتعامل معامله الحب، مش هقول بقى معامله ابن نادي كمان ولا كلام من ده، لا. لكن رحت هناك، في مش عايزك وفي عايزك، وانت بين البنين. هقول لك ايه واعد لك ايه؟ رئيس النادي الاهلي خلص الصفقه عشان خاطر انه يبقى عمل حركه مع المستشار مرتضى منصور، مش احتياجيه على قد ما هو ان انا جبته عشان انا اسمي جبته من مرتضى منصور. طيب، ايه تاني معانا في الاخبار؟ وما زال يعني انا كلمتكم ان الجهاز الطبي ممكن يشيلوا منه حد والمدير الاداري يتشال، ولسه في ناس ممكن تتشال كمان وكمان، لسه واحده واحده يوم بعد يوم اسامي بتتشال. طيب،
الحمد لله تقريبا كده كلوب قال لك خلاص صلاح مش للبيع اصلا، مفيش عروض لصلاح. محمد صلاح اللي انا طالبته انه يكمل حتى الموسم ده مع ليفربول عشان يحطم ويحقق ارقام قياسيه باسمه طليق بتاريخه. بجد والله مبسوط ان محمد صلاح الى الان الاقرب انه مش هيروح نادي اتحاد جده السعودي. فان شاء الله ربنا يسهل ويكمل بمشيئه الله تعالى داخل داخل نادي ليفربول عشان خاطر يحقق كل الالقاب يا رب مع نادي ليفربول. هتقول لي ما هو حقق الدوري، هتقول لي ما هو حقق دوري ابطال، ما انا نفسي يحقق الكاس اللي ما حققوش، نفسي يحقق لقب شخصي ليه انه ياخد احسن لاعب في العالم، وعندي امل كبير جدا انه يحصل على لقب احسن لاعب في العالم. ربنا يوفق محمد صلاح حبيبنا الغالي. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده، لكن حابين نتكلم في اخر حاجه في عجاله في دقيقه. اللي هيحصل كالاتي واللي الناس بتفكر فيه لازم يتم ولازم يحصل، لازم الجمهور يطمن، لازم الجمهور يشوف الافعال تبقى على ارض الواقع مش مجرد كلام. الجمهور قلقان، الجمهور بيقول يا ترى مين اللي جاي كمان بعد اللي جاي. نتمنى ان ما يكونش فيه ضرب من تحت الحزام، نتمنى ما يكونش فيه خناقات على الكرسي، نتمنى ان الكل يدعم اللي يخدم الزمالك، ومعروف مين اللي هيخدم الزمالك ومين ما يخدمش نادي الزمالك. لكن مش عاوزين اي صراعات، الموضوع مش محتاج، مش مستحمل بمعنى اصح، مش عاوزين نرجع نلاقي حد قاعد على الكرسي وبقى الرئيس وناس تانية تيجي تضرب فيه عشان تشيله، ومش هنخلص من القارة دي. بلاش، لان ده اكبر خطر بيهدد نادي الزمالك. ان انا كاسلام بقيت رئيس نادي الزمالك، يجي فلان وعلان يضربوني عشان خاطر اقوم من على الكرسي، يكرهوا الجمهور فيا ويصدروا لي المشاكل. الجمهور قلقان من الموضوع ده جدا، لان الموضوع ده بجد يدمر اي نادي في الدنيا. نتمنى ان ده ما يحصلش، اللي ينجح ويكسب نقول له الف مليون مبروك، والكل هيدعمك والكل هيساعدك والكل هيقف جنبك حبا في نادي الزمالك. بلاش يا جماعه، نتمنى ده يحصل، لان اللي بيبحث عن الكرسي هيعمل كده وهيدمر الدنيا، واللي بيبحث عن مصلحه نادي الزمالك عمره ما هيعمل كده حتى لو ما نجحش او حتى ما كانش له نصيب انه يبقى داخل إدارة نادي الزمالك. بكده تكون انتهت أخبارنا. يا رب اكتب الخير لنادي الزمالك، يا رب وفق نادي الزمالك فيما هو قادم. مرحلة صعبة نتمنى نعديها على خير، آمين يا رب العالمين. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى أبدا عن نادي الزمالك، ودائما وأبدا في ظهر نادي الزمالك إلى أن ينتهي بنا العمر. وأهم حاجة إن الجمهور يتجمع على قلب رجل واحد، دي أهم حاجة. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.